السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله أيها الكرام، أحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في جنات عدن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام، كما ذكر الأستاذ فيدا وفقه الله تبارك وتعالى فيما أشار إليه من كلمته وفي كلمته، أن الآباء الكرام والأمهات الأفاضل هم أساس متين وركن ركين في نجاح مثل هذه الفعاليات، وما وصلنا إلى هذا الحفل الكريم لتكريم أبنائنا وأحبتنا الطلاب والاحتفال بخاتم لكتاب الله تبارك وتعالى إلا بالجد والاجتهاد الذي كان يرافق الطالب في بيته من أمه ومن أبيه، فالبيت هو المأرز الأول وهو المحضن لهذا الشاب، فلولا دفع الآباء بأبنائهم إلى هذه الحلق لما رأينا مثل هذا الخير المبارك. فهذه أول لبنة وأول أساس وأول حجر يكون من البيت، ثم هذه المحاضن تتلقف هؤلاء الأولاد وهؤلاء الشباب والأحبة الصغار، فتسعى في تربيتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم أيها الكرام ما لهذه المحاضن وهذه المدارس وهذه الحلق وهذه المعاهد من فضل عظيم في تنشئة الجيل. إن هذه الحلقة التي ربما يستهين بها فلان وعلان من الناس ويراها فرعا في الحياة وأمرا ثانويا لا يهتم به، أخرجت صلاح الدين ونور الدين وربت لنا أيضا محمد الفاتح الذي فتح هذه العاصمة التي تعيشون فيها. كان خلف محمد الفاتح شيخ يعلمه ويربيه ويغذي فيه الهمة لفتح القسطنطينية. وقس على ذلك كثير من القادة تربوا في حلق العلم وتعلموا في بيوت الله تبارك وتعالى، حفظوا القرآن ثم حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكاد حين تبحث في سير الأولين من القادة الصالحين المصلحين ومن الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين إلا وخلفهم شيخ ربى ومعلم هذب ومؤدب أدب. فقد كان الأوائل من الخلفاء يجعلون لأبنائهم مؤدبين من العلماء الكبار يؤدبونهم بالقرآن ويؤدبونهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا هنيئا ثم هنيئا لكل أب وفقه الله تبارك وتعالى للدفع بولده إلى هذه الحلق في بيوت الله تبارك وتعالى. أيها الكرام، إن بقاء هذه الحلق هو بقاء صلة بيننا وبين القرآن، فإذا انقطعت الصلة بيننا وبين القرآن فلا حياة لنا أبدا. فحين ترى هذه الحلقة حية وتراها يانعة يافعة في شرق الأرض وغربها، كل يوم يخرج حفظه
لكتاب الله تبارك وتعالى فاعلم أن الأمة ما زالت على خير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فيا أيها المسلمون، إن حفظ كتاب الله تبارك وتعالى له فضائل ومزايا عظيمة لا تخفى على أمثالكم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إن قارئ القرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هذا الذي حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتلاه يقال له في جنات عدن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عند آخر آية تقرأها درجات تلو درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عظيم، وما أعظم هذا الحديث، وهنيئا لحافظ القرآن. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو جمع القرآن في إيهاب ما أحرقه الله بالنار. لو جمع القرآن في جلد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحرقه الله بالنار. فكيف إذا جمع في قلب امرئ مسلم؟ كيف إذا كان 30 نورا في فؤاد امرئ مسلم؟ أيحرقه الله؟ إن الله عز وجل لطيف بعباده، وتكفل لمن حفظ كتابه وعمل به ألا يحرقه بالنار. ومن إجلال الله وتعظيم الله تبارك وتعالى أن يعظم حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الله من تعظيمه وجعل الله من إجلاله تعظيم وإجلال حافظ القرآن وحامل كتاب الرحمن تبارك وتعالى. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: غير الغالي فيه والجافي عنه، ليبرهن صلى الله عليه وسلم على وجوب العمل بالقرآن، على وجوب الوسطية ولزومها، إذ أن الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة وسطا، غير الغالي فيه والجافي عنه. فحياكم الله أيها الكرام وأحياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حضوركم، ونشكر نيابة عنكم كل أب وكل أم، ونشكر كل داعم ومنفق لهذا المركز المبارك، من أعطى مالا، من أنفق تجارة، من قدم أمرا عينيا أو ماديا أو ماليا، فنشكره ونبشره أن هذا الخير من ثمرات إنفاقه. وما استمر هذا المركز ونحن في السنة الرابعة بفضل الله تبارك وتعالى إلا بجهود أهل الخير، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله، ثم بأهل الخير المنفقين الباذلين، من يبذل 100 ومن يبذل 1000 ومن يبذل 10 ومن يبذل 20. جزى الله الجميع خيرا، فإن أجور هؤلاء الطلاب لهم حسنات في الدنيا وفي الآخرة، وهي صدقة جارية عند الله تبارك وتعالى. فأهنئ نيابة أيضا عن الجميع طالبنا وحبيبنا وأخانا مشعل الصالح حفظه الله تبارك وتعالى على إتمامه لكتاب الله تبارك وتعالى. فنعم الشاب ونعم الولد هو مشعل، مكب مجتهد مؤدب مخلق كما عرفناه في الحلقات، فنسأل الله أن يزيده خيرا إلى خيره. وكذلك نشكر جميع الطلاب والأحبة من زملائه الذين ما زالوا في الطريق وسيدركونه بإذن الله وسيلحقون به، وغدا بإذن الله نحتفل بالثالث والرابع والخامس، ويختم الجميع كتاب الله تبارك وتعالى. فأترك المجال حتى لا أطيل عليكم لحبيبنا وطالبنا وعريس حفلنا اليوم
مشعل يلقي كلمة عليكم، ثم بعد ذلك يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم وإياه.